اقسم لك بالله العظيم لو طبقت الخلطة السرية صح لا تذاكر 10 ساعات واكتر بمتعة ومزاج رايق كمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا حبايبنا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو سألت اي حد ماشي في الشارع قلت له ايه اكتر حاجة بتكرهها في حياتك، بنسبة 90% من طلاب ثانوية عامة هيقول لك المذاكرة والقعدة الطويلة قدام المكتب. بس انا جاي اقول لك النهارده ان الغلطة مش في المذاكرة ذات نفسها، الغلطة في سيستم المذاكرة ان انت بتمشي عليه زي ما سمحت كده. وانا جاي اديك الخلطة السرية اللي هتحول عدد ساعاتك من ساعة واحدة مذاكرة بتوتر وملل ل10 ساعات مذاكرة بمتعة ومزاج رايق. هات كوباية شايك وتعال. الخلطة السرية عندنا هتتكون من 5 محاور. يلا بينا بدون مقدمات طويلة على المحور الأول. المحور الأول هو محور الدوبامين السريع. تخيل معايا أنت مسكت تليفونك وبدأت تقلب في فيديوهات التيك توك واحد ورا التاني، في مخك شاف فيديو مدته 15 ثانية فاخد جرعة دوبامين سريعة خلاك تحس إن أنت مبسوط نفسيا. تخيل بقى معايا لو قفلت التليفون ده وحطيته بعيد عنك وفتحت الكتاب، مخك هياخد صدمة عصبية. أقول لك بص، الصدمة العصبية دي تخليك تكره حياتك ذات نفسها. أول ما يشوف الكتاب هيقول إيه الملل ده يا عم؟ أنا كنت بتفرج على الفيديوهات ويسار إيه تحول لي لكتاب وإيه الكلام ده كله؟ تعالى بقى أقول لك حل الكلام ده كله إيه؟ حل الدوبامين السريع. مبدئيا كده قبل ما تبدأ مذاكرتك ولا أي حاجة عايزك تعمل حاجة مهمة اسمها تنظيم مكتبي. أيوة أنت فهمتها من العنوان. يعني إيه تنظيم مكتبي؟ أي حاجة على المكتب أنظمها قبل ما أذاكر بحيث إن أنا أمهد لمذاكرتي. صح كده؟ إن أنا أمهد لمذاكرتي علشان أول ما أدخل المذاكرة أكون منظم وأحس نفسي إن أنا مبسوط وأنا بذاكر. يبقى تنظيم مكتبي، أحط كل كتاب في مكانه المناسب، أحط كل قلم معايا، أشوف أنا هشتغل بالقلم الأسود ولا القلم الأزرق، أشوف أنا هاخد القلم الرصاص أكتب بيه ولا أحل مسائل ولا أعمل إيه. يبقى نظم مكتبي، تنظيم مكتبي. يلا بينا بقى على المحور الثاني، هو محور سيكولوجية الألعاب. أيوة زي ما سمعت كده، سيكولوجية الألعاب في المذاكرة. هو ليه معظم الناس اللي بتلعب بابجي وتلعب بيس وبلاي ستيشن ليه بيقعدوا بالساعات 7-8 ساعات على البلاي ستيشن ما بيزهقوش ولا بيملوا ولا أي حاجة من الكلام ده كله؟ على عكس الناس اللي بتقعد ساعة واحدة في المذاكرة، طلع سلافة وتوتر وملل، أنا كرهان، أنا زهقان من دنيتي وكل حاجة. ليه الكلام ده؟ احنا بقى عايزين نطبق سيكولوجية المذاكرة في الألعاب بحيث إن احنا ندمجهم مع بعض وتذاكر 7 ساعات أو أكتر بدون ملل وتوتر. سيكولوجية الألعاب بتعتمد بشكل أساسي على نظام المكافآت، إن أنت تخلص جزئية فبتاخد مكافأة، تخلص جزئية تانية فبتاخد مكافأة. بقى عايزين نطبق بقى المذاكرة في الكلام ده. هنعمل إيه؟ هنقول على طول المذاكرة هنقسمها بحيث إن أنا أخلص جزئية آخد مكافأة، أخلص جزئية أشرب كوباية شاي، أخلص جزئية تانية أقوم أصلي العصر، أخلص جزئية تالتة أعمل حاجة، أخلص بحيث إن أنت قسمت مذاكرتك لعدة أجزاء وكل جزء عليه مكافأة معينة. فأنت كده خليت مخك حصل له حاجه اسمها اثاره بحيث ان انت بتصيره ان هو يخلص الجزء ده عشان ياخد المكافاه بتاعته. المحور التالت عندنا هو تفكيك المهام. يعني انت دلوقتي جاي تذاكر قلت انا هفرم الباب التالت فيزياء فارم، هتيجي تقعد قدام الباب هيجي لك صدمه عصبيه. ايه اللي حصل حاجه اسمها تاثير زيجرانيك. ايه اللي حصل؟ بيقول لك ان المخ بيحاول ينهي المهام الصغيره الاول وبعدين بينتقل للمهام الكبيره. انت عملت ايه؟ انت انتقلت للمهام الكبيره على طول من غير ما تنهي المهام الصغيره. طب ايه الحل يا حبيب قلبي؟ ان انت رايح تذاكر قول اضحك على مخك بمعنى الكلمه كده. قول انا رايح احل سؤالين وبس. يعني انت تحل السؤالين هتلاقيك بتجيب سؤال تالت معاهم، سؤال رابع، سؤال خامس، هتلاقيك بتراجع حته معينه في المنهج. يعني انت تبدا بالحاجات الصغيره وتستمر بيها. المحور الرابع عندنا هو محور بيئه المرونه العصبيه. يعني مخك بيربط نشاطك بالبيئه المحيط بيها والمكان الموجود فيها. يعني دلوقتي انت قمت تذاكر على السرير فمخك هيربط نشاطك بنومك فتحس ان انت عايز تنام. وكذلك لو رحت ذاكرت مثلا في الجيم فمخك هيربط نشاطك لعبك في الجيم وهكذا. نفس النظام في اي مكان كنت بتعمل فيه حاجه. فعلشان تذاكر شوف مكان مفضل ليك او مكان مخصص يكون هادي، تكييف شغال مع كوبايه شاي او النسكافيه اي حاجه واظبط دنيتك. المحور الاخير عندنا من اهم المحاور عندنا هو المحور الخامس، تعظيم الادراك الحسي. في علم النفس بيقول لك كلما زاد عدد الحواس كلما زاد تركيز الطالب وثبات المعلومه في دماغه. يعني انت وانت بتذاكر، في ناس بتذاكر بقلم ورقه وقلم من غير ما تتكلم، وفي ناس بتتكلم من غير ما تكتب، وفي ناس بتسمع من غير ما تعمل حاجه. فانت بقى علشان تزود ثبات المعلومه في دماغك وتركز شويه فانت تستخدم اكبر عدد من الحواس. لو عرفت تستخدم 5 حواس استخدمهم، فانت كده بتثبت المعلومه اكتر واكتر بدل ما تقرا او تسمع او تشوف بس. لا يعني مش اعملهم الثلاثه مره واحده. فاهمني؟ يا رب يكون كلامي واضح. وده الخطه السريه اللي لو طبقتها صح ان شاء الله باذن الله هتتخطى 10 ساعات مذاكره يوميا بدون ملل ولا توتر. متنساش تحط لايك لو عجبك الفيديو وتابعنا نشوف كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.